يا صباح الهنا والسعادة ومساء البهجة وراحة البال، اللهم آمين على أحلى اخوات وأحلى روتين. إن شاء الله يعجبكم روتيننا النهاردة من قلب المطبخ، وكل موجود في بيتك نعمة وفضل وهيسد، وهنعمل أحلى الأكلات إن شاء الله مع بعض. بس كل المطلوب منك يا قمر، لو انت أول مرة تشوفيني، اشتركي في القناة من كلمة الاشتراك اللي تحت الفيديو، وتعملي الإشعارات الكل عشان يوصلك كل جديد. ولو انت دايما بتشوفيني، اللايك المتين لأنه بيشجعني جدا، والكومنت الحلو اللي تصلي فيه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا كريم. بص يا ست الكل، الشاورما والتوميه والكاتشب عشان تشتريهم من بره هتصرفي شيء وشويات، في اي مطعم بيكلفوا كتير، وكمان الحاجات مش مضمونه، والحمد لله المعده والصحه الحمد لله على كل حال. فعشان كده لو عندكم بقى بصوا اي حد فينا كده عنده شوية صحة يحافظ عليهم ويعمل اكل في البيت بمكونات بسيطة وما تقفيش على حاجة. يعني ما تحيريش نفسك، اللي في مطبخك وموجود يسد، وانا ذات نفسي بعمل كده، اللي في مطبخي هو اللي بعمل بيه اكل. انا ما عنديش بصل بودر، فهحط بصلايه حمرا كده، تمام، وهحط بصلتين كده صغيرين، تمام. وما عنديش توم باودر، هحط فصين توم كده في التتبيله، التركية 3. وهنحط قرن فلفل احمر اهو، ماشي. هنحط حته صغيره، ماشي. تعالوا نضرب دول بقى ونرجع تاني. بصوا يا اخواتي، شويه ميه صغيرين، كوبايه ميه واحده بس. بعد ما ضربناهم يبقى ده شكلهم. بصوا، ده الثوم والبصل اهو زي ما انتم شايفين كده، ضربناهم. هنركنهم هنا على جنب ونقطع البانيه. رميتهم بقى، مش عايزه اقول لكم. بقى هنقطع مع بعض البانيه شرايح، نقطعه شرايح رفيعه جدا زي بتاعه الشاورما بتاعه بره. عايزه تقطعيه وهو متلج، تمام. عايزه تقطعيه وهو فاكك كده، عادي. قطعه شرايح كده كله. بصوا، شرايح رفيعه بالمقص كده، شرايح رفيعه خالص زي اللي بتبقى على السياخ بالظبط، تمام. طبعا احنا هننقعه في التتبيله دي مثلا ساعه، نص ساعه، على قد ما تقدري انقعيه. يعني انا النهارده هنقعه، عندي حاجات هعملها وهرجع اعمل الشاورما. اللي عندك حطيه في المطبخ، متقفيش على حاجه. انا ما عنديش بصل بودر وتوم بودر، عملت بصلايه وفصين توم، هيديكي نفس الطعم ونفس النكهه بالظبط. ما عندكيش زبادي، احنا هنحط زبادي مع بعض دلوقتي، حطي لبن. ما عندكيش ليمون، حطي خل. عندك خل، ما تحطيش ليمون. لو ما عندكيش، ما عندكيش بهارات، ما تحطيش، حطي فلفل اسود وبهارات فراخ بس، مش شرط بهارات كتير. اللي عندك في المطبخ متوفر عندك حطيه، وهتعملي احلى اكل برضو، وهيطلع زي بتاع بره بالظبط. مش لازم البهارات الكتير والحاجات الكتير المكلفه دي، لو انت مش مقدرتك ان انت تجيبيها. في مقدرتك ربنا يوسع الجميع. هقطع خالص البانيه وهرجع لكم تاني. بصوا بقى، انا قطعتها وغسلتها والدنيا تمام. اول حاجه هنحط معلقه سكر كده، مش مليانه قوي، يعني معلقه سكر كده صغيره، تمام. ناخد بقى معلقه السكر دي نحط بيها باقي البهارات، تمام. هنحط شويه فلفل اسود، مش كتير برضو. لو ما عندكوش البهارات دي ممكن تجيبوا كيس بهارات شاورما وتلخصوا على روحكم، يعني تمام. لو اول مره تدخلوا المطبخ هاتوا كيس بهارات شاورما. هنحط معلقه بابريكا، تمام اهي، كله نص معلقه نص معلقه. هنحط بهارات الفريش دي، هنحط شويه منها اهي، حلوين يعني، برضه نص معلقه. دي بهارات شاورما، هنحط منها برضه نص معلقه، بس هي بتبقى ماسكه كده شويه. هنحط برضه منها نص معلقه. وهنحط واحده ماجي. ما عندكوش البهارات دي يا ولاد، هاتوا بهارات شاورما. كيس بهارات شاورما هتلاقوه في السوبر ماركت، قولوا له عايزين كيس بهارات شاورما، هيدوكوا البهارات الشاورما. انا عندي بقى شويه زعفر، يعني زعتر كده، هنحط وحدتين زعتر اهو، بس ورقتين زعتر كده صغيرين، تمام. حطينا سكر، مش هنحط كاتشب بقى، هنحط معلقتين صلصه كده، وهنحط كيس الصلصه ده كده اهو اهو، تمام. هنحط كيس الصلصه برضو. يعني ما عندكوش التوابل دي عشان ما تستصعبوش الدنيا، هاتوا كيس توابل بهارات من بره للشاورما، هو بس اللي هتحطوه. وهنحط نص معلقه، يعني معلقتين زبادي كبار، معلقتين زبادي كبار، او لو ما عندكيش حطي يعني حوالي نص او ربع كوبايه لبن كده، الموجود عندك يسد، تمام. هنقلب كل ده كده في بعضه اهو، زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنحط كمان لسه عليها دلوقتي البصل
اللي احنا عملناه. الريحه واو طبعا. مش هنحط ملح بقى، ممكن نحط رشه وهي بتستوي. هنحط خلطه البصل دي معاها، والملح هنحطه وهي بتستوي علشان هي فيها ملح مظبوط يعني. حطينا ميجي تمام. بس هنسيبها بقى ايه التتبيله دي على قد ما نقدر. انا هسيبها شويه حلوين زي ما انتم شايفين اهي. بصوا اهي، واخدين بالكم منها اهي. طبعا هنسيبها شويه، ومش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. هننقعها شويه في التتبيله. واخر حاجه احطها معاكم نص ليمونه. بس اهم حاجه تتاكدوا ان انتوا شايلين البذر كويس منها. انا في هنا بذريه هشيلها علشان الليمون لما بيتساب بيمرر البذر لما بيتساب. ونقطه خل، نقطه خل بس. وهنقلبها بقى. هي سبايسي طبعا، احنا ضاربين معاها فلفل احمر والدنيا تمام وزي الفل. يلا بينا. هنا بقى هنعمل التومية. بصي يا بنات، المطبخ اللي هيستصعبه مش هيدخل فيه، فخشي اعملي اللي انت عايزاه وجربي. والتجربة هي اللي بتخليكي بعد كده ناجحة وشاطرة في المطبخ. اكبر شيف كان بيجرب في البداية تمام. كوباية مية اهي. وقبل ما تسخن هنحط معلقتين النشا عشان نقلب بسرعة. معلقتين نشا، دول معلقتين نشا، وهتقلبي بسرعة بسرعة. بصي المية لازم تكون باردة. قبل ما المية تسخن هتقلبيهم كده، يبقوا عاملين زي اللبن كده، بسرعة 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 بسرعة. وهم ايه، والمية مش سخنة، عشان المية لو سخنة هيتكلكع منك. فلازم المية باردة. طبعا والمية باردة عملناها. سو انا ايدي فيها من ساعة ايه ما قلت لكم دقيقة وراجعين، انا ما سبتهاش، انا ايدي فيها. عايزة اوريها لكم. بصوا هي كده تقلت. بصوا كده ايه ده، تعرفي ان هي تقلت ازاي؟ اول ما تبتدي تلم معاكي كده اهي. بصوا هي شكلها ده الشكل اللي انا عايزاه. هي كده هي تقلت بسم الله ما شاء الله. بصوا هنسيبها بقى تبرد. هنعمل منها التومية. ماشي اهي. هنعمل منها التومية بتاعت اللهم صل على النبي الشاورما تمام. هنسيبها تبرد سيكا عقبال ما اقشر فصين توم ونرجع نعملها مع بعض. بس لازم تبرد، لازم تبرد. لو دي بقى كوباية لبن وشوية سكر وشوية فانيليا وعملت أحلى طبق مهلبية أم علي. يا سلام على على الكلام الجميل. طبعا التومية دي سهلة جدا وحلوة جدا مع أي أكل، بطاطس أو أي حاجة. بس أهم حاجة تسيبها تبرد. معلقة يعني معلقتين نشا مع كوباية الماء زي ما انتوا شفتوا. بردت حطيتها في الخلاط. فصين توم، فصين توم بس بالعدد، ما تكتريش. وبعد كده باقي علبة الزبادي بتاعة الشاورما. معلقتين زبادي بس. معلقة ليمون اهي. بصوا بحط لكم المقدار اهو بالظبط. معلقة ليمون بالظبط. معلقة خل واحدة. معلقة ليمون، معلقة خل، زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. معلقتين زبادي. وحطيت حوالي 3 معالق ميه، مش كتير. لقيتيها خفيفه معاكي هتحطي ايه زيت. انا لقيتها خفت شويه فحطيت حوالي ايه معلقتين زيت. بصوا انا هنا كنت بحط شويه ملح، يعني ربع معلقه ملح كده. وبعد كده حسيت ان هي خفيفه فروحت جايبه كام معلقه زيت كده. بصوا اهو، ادي واحد معلقه اهي، اتنين معلقتين زيت بالظبط. تقلت معايا وبقت القوام اللي انا عايزاه بالظبط. بصوا هوريها لكم اهي. التومية دي بقى تنفع مع اي حاجة. يعني ممكن تحطيها مثلا اي سندوتشات عندك، بطاطس متحمرة، فراخ، اي حاجة مشوية. الاكل النواشف حلوة جدا وبتقعد 3 ايام في التلاجة، والطريقة دي سهلة جدا. هنا بقى كنا دخلنا على هنعمل بقى الفلفل والبصل بتاع الشاورما. طبعا الشاورما هعملها معاكم دلوقتي، انتوا هتشوفوها. مش هتلاقوها نزل ميه منها خالص خالص. اهم حاجه عشان ما تنزلش منها ميه، تخلي الصينيه او الحاجه بتاعتك تكون واسعه، ما تكونش غويطه، وتكون سخنه جدا. وبعد كده تروحي نازله بالطشه زي ما انتوا شفتوا كده كده، ما تعملش ميه. وبعد كده بتوطي عليها زي الشمعه يا دوبك بس تتشرب خالص. وبعد كده بننزل عليها بقى بالفلفل والبصل زي ما انتوا شايفين كده. ما كترتش البصل قوي وكترت الفلفل. بس كانت طعمها تحفة جدا. طبعا انا سايبه الروتين، ساعات بسجل وساعات سايبه لكم على الطبيعه عشان يعني المقادير تبقى واضحه لكم اكتر. ولو الطريقه دي عجبتكم ان انا اسيب لكم الروتين على الطبيعه وما اسجلش عليه صوت، يا ريت تقولي في الكومنتات لان بيفرق معايا جدا. وقولي انتي بتعملي الطريقه برضو دي في الكومنتات ولا لا. وقولي الطريقه بتاعتك علشان اجربها، وجربي الطريقه بتاعتي يمكن تعجبك.
ما تنسيش بقى تدعميني باللايك، علشان اللايك بيفرق معايا جدا وبيخلي الروتين يتشاف اكتر، وقناتي ان شاء الله تكبر بيكم كده يا رب، اللهم امين. ده حلمي يا اخواتي، شجعوني بدعمكم ان شاء الله هوصل. من غيركم مش هعرف اعمل اي حاجة، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين انا سخنت الصينية كويس جدا، وجبتها واسعة كده عشان اعرف افردها كويس، ما تبقاش على بعض وتنزل ميتها، لان البانيه لما بينزل ميته في الشاورما او الكريب او ايا كان انت بتعملي ايه بيه، لما بينزل ميته بينشف، فلازم ندهن كده شوية سمنة حلوين، اي نوع سمنة، زبدة، اي حاجة عندك، ولو زبدة تحطي شوية زيت. ولازم اسيبها تسخن كويس. لما سبتها سخنت كويس التوابل دي كلها طلعت الريحة بتاعتها، يعني لو انت عازمة حد هيقولك احلى شيف بيعمل احلى شاورما. التركات والحركات دي بتفرق طبعا. انا نقلت الشاورما على العين التانية عشان تبقى عالية شوية، مش عايزة تنزل مية خالص. طول ما انتي ظابطة النار ومخلية الصينية سخنة مش هتنزل المية بتاعتها. انا شوية الصوص دول طبعا بصوا يا ولاد، انتوا سامعين الصوت صح؟ هو الصوت دون كده وايه، وبعد كده هنوطي النار زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش نقطة مية، ما فيهاش نقطة مية اهو. بعد كده هنحط بصل شرايح، شايفين البصل الشرايح ده اهو، ده هنحط البصل الشرايح ده ماشي. وهنحط فلفل الوان، هي ريحتها بقى ريحة شاورما بالظبط زي بتاعت بره. وهنحط الفلفل الالوان ده اهو. وهنقلب بقى وهنوطي عليها شويه بقى كده، هي ما فيهاش ميه وانا مش عايزه فيها ميه، انا مش عايزه فيها ميه خالص، انا عايزاها ناشفه خالص زي بتاعت بره بالظبط اللي هي بتبقى عسل. بصوا ريحتها بقى والله العظيم ريحه شاورما زي بتاعت بره بالظبط بالظبط. والالوان بقى اهي مش محتاجه، استنى اقربها لكم. بصوا الالوان بتاعتها، انتوا واخدين بالكم من الريحه والالوان تحفه. بصوا شايفين يا ولاد، والله اوصلها لكم لحد. بس كده، وطيت عليها زي الشمعة. وبعد كده جريت جري قلت اعمل شوية كاتشب ادام عندي ايه المكونات. كوباية خل كده، يعني حوالي ربع كوباية و... ومعلقتين اتنين سكر، يعني ربع كوباية صغيرة خل ومعلقتين اتنين سكر، وكيس صلصة زي ما انتوا شايفين. وبنسيبهم يتكرملوا مع بعض كويس جدا ونقلبهم كويس قوي، يعني يا دوبك بس ايه يدوبوا كده مع بعض. وهنحط حوالي نص كيلو قوطة عليهم. القوطة بتبقى مسلوقة كويس، ولو عايزاها سبايسي حراقة هتضربي معاهم قرن فلفل أحمر، تسلقيها كويس وتضربيهم في الخلاط وتصفيهم من البذر كويس. وبعد كده أول ما الصلصة تتسبك كويس مع الخل والسكر، بصوا شبه بره بالظبط، تروحي حاطة ال- القوطة على طول وتسيبيها بقى تتسبك كده مع بعض شوية حلوين. طبعا زي ما انتوا شايفين كده. قولي يا ولاد في الكومنتات يعني صواني وطقم حلل كده يكون حلو، تكون يعني نوع نضيف كده، عشان انا طقم التيفال اللي عندي اي طقم بيبقى عندي بيقشر ومش بيبقى حلو. عايزه اجيب كام صينيه كده يكونوا حلوين. المهم ابتديت زي ما انتوا شايفين كده، غسلت البطاطس كويس، وبعد كده بعد ما غسلتها مش نقعتها في ملح، رشيت فيها ملح ومن غير ميه عشان هنحطها في الزيت على طول. بس كده. وحطيت الكاتشب، بقول لكم الكاتشب لا فضيه في الازازه لا في الطبق، بس انا سبت شويه في الطبق عشان نعمل منهم السندوتشات بتاعه الشاورما، والباقي حطيته في الازازه عشان يحطوه هما بياكلوا. مسكت البطاطس كده وهي بقى، حطيت عليها شويه بهارات فراخ لانها مصفرة شويه كده بتديها لون حلو، وشويه ملح ايه على النار على طول، يعني مش نقعتها في ملح، لا انا قلبتها بشويه ملح صغيرين وشويه بهارات فراخ. طلعت مقرمشة وتحفة تحفة ولونها حلو جدا. هنا بقى هنسخن الطاسة، معلقة سمنة واحدة علشان نعمل تعملي له الساندوتش بتاع ملح وكده اهم الشاورما. عندي فعلا. بصراحة العيش ده انا كنت جايباه قبلها بيوم وشيلته في التلاجة فنشف، فما عجبنيش قوي. ما طلعتش ايه، يعني حسيت ان هو كده اتهرى مني، لان العيش ما كانش صابح بتاع الشاورما. لكن انا ما بعملهاش بعيش شاورما، انا بعملها بالعيش البلدي، يعني احنا بنحبها بالعيش البلدي. بس السندوتش ده كان لمحمد ابني، هو بيحبها في العيش الايه زي بتاع بره بالظبط. فعملتها له زي ما انتوا شفتوا، هتلاقيها اتقطعت مني حته، دي طريقه اللف الصح اللي انا عملتها بيها. بس ايه، حطيتها برضو في الحله وسويتها عادي، بس اتهرت مني فطلعتها على طول. لكن طعمها كانت تحفه. تعالوا بقى نشوف الطريقه اللي بتتعمل بيها بالعيش، جربيها بالعيش بقى هتعجبك جدا.
جربيها بالرقاق الطري هتعجبك جدا جدا جدا. الموجود عندكم يا بنات يسد. يعني انا ما كنتش جايبه عيش سوري اللي على قد محمد واتهرى، فروحت عامله بقى ايه العيش. وطريقه العيش دي ما كانش عندي عيش سوري، فعملت العيش وعجبني وبقت طريقتي المعتاده. يعني انتي ممكن تجربي حاجه وما تعجبكيش في الاول، بس لما تجربيها تبقى طريقتك وتعملي بيها على طول. بس حطيت هنا شويه توابل بطاطس كده عشان ايه، وهي سخنه بتشرب التتبيله. اي توابل هتحطيها عليها وهي سخنه بتشربها. وحطيت معلقه سمنه زي ما انتوا شايفين. وجبت العيش، حطيت زي بره بالظبط معلقه كاتشب، معلقه الصوص بتاع التوميه. ولو ما عندكيش توميه حطي معلقه مايونيز، يعني لا كاتشب يعني لا توميه لا مايونيز. وبعد كده حطيت شويه بطاطس، البطاطس مقرمشه جدا. وبعد كده حطيت شويه شاورما وهلفهم. طيب هلزقه بايه؟ هلزقه بمعلقه نشا، معلقه دقيق، ومعلقه ميه، معلقه ومعلقه. وتروحي لازقاهم بيه. هتقلبيها كويس هتبقى عجينه، معلقه دقيق ومعلقه ميه تبقى عجينه، تروحي لازقاهم بيه. مش هيتفك منك ابدا. وهتبقى طريقته حلوة جدا معاكي، هتعجبك اكتر من العيش السوري وبيشبع. الطريقة دي ممكن تستخدمي فيها شاورما الفراخ، وممكن تستخدميها ببطاطس بس، وممكن تستخدميها بحشوات كتير جدا هنعملها مع بعض الفترة اللي جاية. انا عندي برد يا ولاد، صوتي متغير، مش حاسة ان انا متظبطة، بس سامحوني على التسجيل دوم بقى لو. وده بقى الشكل القمر للكريب. ممكن يمشي كريب وممكن يمشي شاورما بقى زي ما انت عايزه تقولي قولي. دي شكل الشاورما في الاخر. بصوا شكلها يا ولاد، طعمها تحفه والله العظيم، حرفيا الطعم خيال. وبصوا من الشكل من جوه، بصوا. قولوا ايه رايكم في الكومنتات، ويمكن مفيش ناس كتير اصلا بتعملها بعيش، بس تحفه. عملنا ايه تاني هوريكم. بس كده يا ولاد انا خلصت. هحط مخلل والكاتشب اهو، وادي التومية، ايه رأيكم؟ وادي الشاورما. بصوا زي ما انتوا شايفين ده شكل الشاورما في الاخر. الشاورما ناشفة مفيهاش صوص ولا اي حاجة. الطريقة دي بتديكوا نفس الشاورما بتاعت بره بالظبط، والله بجد نفس شاورما بره. وطبعا ما بعرفش اسكت ولازم اعمل كذا حاجة وانا واقفة في المطبخ. وعملت شوية الصلصة دول هينفعوني برضو. ما تنسيش اللايك الحلو الجميل منك والكومنت القمر، وتشتركي في القناة ولسه